الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضح كده مني الهام صلى الفجر ولف في مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر. جريمة الثأر دي مشكلتها ان قبلها بشهر وبسنة وبسنتين في قرية الميزان الاجتماعي فيها مختل، فيها عائلة ماشية مكسورة وعائلة ماشية متبحترة، فيفضل الناس حاسين بالانكسار لغاية ما يستعمل السلاح علشان يقيم نفسه. ده تهمة للحكومة، ازاي تتركي الامن الاجتماعي ما فيهوش توازن في القرى. شوف حضرتك، اللي يدير فترة انتقالية حقيقية هو الشعب برضه، انه الانتخابات الجاية دي هتجيب رئيس وبرلمان نعتبرهم فترة انتقالية. احنا هنعتبر البرلمان القادم هو اللي بيهيئ مصر الفترة، مش لازم اعتبر انها الفترة النهائية. وعارف ان الانتخابات يبقى فيها عيوب والاختيارات هيبقى فيها مثالب، لكن ما انا ما قداميش غير انه الناس تتولى اصلاح امرها بنفسها. يعني الحقيقة لازم نضع النقاط على الحروف فعلا. اولا، وانا يعني شخص شاف انتخابات كتيرة، الانتخابات التي تتدخل فيها الشرطة جرائمها بتبقى اكتر من الانتخابات التي لا تتدخل فيها الشرطة. انتخابات 76 جرائمها كانت محدودة، لان المجتمع بيقف لبعضه فيتزن المجتمع تحت تأثير العائلات المتقابلة وفي اعراف موجودة. تدخل القوة العسكرية او الذراع الامنية للحكم علشان يزور الانتخابات هو اللي كان بيزود ده اللي فات. وبالتالي ما انا بقى حضرتك اصلا سألتني هل يمكن اجراء الانتخابات في ظل الوضع الحالي؟ فالاجابة نعم. الاجابة ان هو لو كانت اجريت الانتخابات بعد 4 شهور او 6 شهور او شيء كانت هتمشي كويسة وما كانش هيبقى فيها نسبة الجرائم، لانه الجرائم الذي يصنعها هو ذراع السلطة. ذراع السلطة هو اللي بيعمل الجرائم. الحمد لله ما بما فيها لا، ما انا معتقد انه لا يزال موجود. الفكرة اللي موجودة اللي انا لازم اضعها في الحسبان انه البلطجية اللي بيقولوا عليهم البلطجية دول ما لهمش قضية شخصية، مش هينزل يسفك دم نفسه علشان هو له قضية، ما عندوش قضية، ما بيحاربش عن قضية. انما ما دام وجد البلطجي يبقى في حد بيدفع له. طبيعي. فين اللي بيدفع له؟ فين نشاط جهاز البحث الجنائي في البحث عن الناس اللي بيمولوا البلطجية؟ فين نشاط جهاز الامن الجنائي اللي هي المباحث، يعني المباحث العامة في البحث عن هؤلاء؟ صفر، زيرو، مفيش حاجة. في حد في الدنيا يعطل وطن كامل لانه هو مش جاهز؟ زي التلميذ اللي يروح الامتحان يحرق لجنة الامتحان عشان مش فاضي يخش الامتحان دلوقتي، مش مذاكر، مش قادر، مش جاهز يخش الامتحان، يقول لا طب وقفوا لي الوطن، وقفوا لي البلد عشان انا حزب مش جاهز. انا قلت ساعتها كلمة محددة، اذا المرشحين مش جاهزين اعتمدوا على الناخبين. الناخبين هو الشعب المصري. الشعب المصري ده مش قبله ولا متخلف. وعي الشعب، خاطبوا الشعب 4 شهور، خاطبوا وعي الشعب. انما تقول لي شعب كامل اتعطل وقف لانه الاحزاب مش جاهزه، ان شاء الله ما بقت جاهزه. الله، ده ناس، دول ناس مش ما ذاكرتش بما فيه الكفايه، ظلمت، الطغيان منعها. انما انا عندي في الاخر شعب متعطل. ميزانيه مصر في السنه اللي فاتت او في السنه اللي جايه وحساب الختامي بتاع السنه اللي فاتت مفيش برلمان يناقشه. مفيش ميزانيه 85 مليون شخص بيوقعها شخص واحد اللي هو رئيس مجلس الاعلى للقوات المسلحه دلوقتي، مفيش ولا برلمان ولا نائب يناقشها ولا اي حاجه. عرفنا فيه ايه؟ كل ده تصنيع، كل ده امور مصنعه. ده امتداد اللي حصل بين جنوب السودان وشماله مثلا، وبين اللي هيحصل عندنا هنا لا قدر الله، وبين ده مسألة. وغير كده فئات المجتمع المصري، مش حضرتك بتسمع عن معاناة مش عارف البدو في سيناء والبدو في الصحراء الغربية وقبائل أولاد علي وبتوع مطروح اللي يقول لك احنا ما بتعينش في الجيش والشرطة لأنه بيشكوا في ولائنا. دي هي اللعبة، إن يحاولوا يقطعوا المجتمع 5000 حتة يخبط في بعضه. انما في الحقيقة الحكمة تقول ان انا الم الناس دول كلهم في لحمة تخلي المجتمع سفينة تبحر. طيب انا عايز اكون شخص في منتهى الواقعية والوضوح في الحل.
انا الان عندي 60 سنة على الاقل، وقبلها كان في استعمار كمان. المجتمع ده السلطة اللي موجودة فيه قائمة على انها تقطع الناس حتت على قد ما تقدر. يضرب الفصيل ده بالفصيل ده، يجيب الناس دول يضربهم بدول. يبقى انت خليت رب العمل والعامل والمالك والمستأجر والجار وجاره والمسلم والمسيحي او قبائل اولاد علي وبدو سيناء وبتوع مطروح ده اللي فوق بيتأكد الحمد لله الناس دي كلها ضد بعض. الحمد لله. يبقى اذا الاتزان في المجتمع ماشي لصالحي كويس قوي. فاحنا لازم نعتبر ان اي حد هيضع برنامج، البرامج مش برامج الاموال، مش برامج بس التطور الاقتصادي، البرامج انك تجمع الناس دول علشان تعمل شعب واحد بعد اللي عملوه فيهم كذا رئيس وهم بيستعملوهم وقود لاستمرار. احنا لو كنا صادقين ان احنا عايزين نلم المجتمع مرة تانية، ما نسيبش ولا فئة من الفئات حاسة ان هي ضعيفة. يعني لو اتعمل مدينة الصعيد هنا فيها مصنع كويس وفي خط عرض يوصله الى ميناء على البحر الاحمر، نعرف نصدر لافريقيا كويس. والاكتر من كده والاخطر من كده ان هو الحاجات اللي انا عندي دلوقتي حاليا النهاردة وبصدرها لافريقيا، انا عندي سفن كفاية تنقل البضائع اللي بصدرها لافريقيا. مصر حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها ساعات لما تيجي تصدر بضائعها لافريقيا مضطرة تستأجر سفن، من ضمنها سفن اسرائيلية. واسرائيل بتعمل سفن اكتر علشان تقول لمصر ما تمشيش انت في البحر الاحمر، همشي انا، لان اسرائيل البحر الاحمر عايزاه ومش عايزه المصريين يمشوا فيه. فبتاخد بضايعي على سفنها تزود ثمن البضائع وتتعرف هي على الممرات الملاحية الى هناك. احنا محتاجين رؤية كاملة ننقذ بيها البلد. السياسة الخارجية عندي مش سياسة الدبلوماسية والتفاوضات، السياسة الخارجية اني ادرس اقتصاديات دول العالم. لازم اعرف كل بلد ممكن تحتاج ايه موجود عندي عشان يبقى لي نفوذ وثقل. صحيح محتاجين فلوس، بس مش احنا لو عندنا إدارة دولة، إدارة مظبوطة للدولة توفر على الفقراء الكثير جدا من غير ما نحتاج ولا مليم فلوس، فما بالك واحنا هنوفر فلوس. نقطة نمرة 1، ارفع الكفاءة وارفع المرتب واخفض المناهج واعمل الوسائل الموازية، قنوات التلفزيون اللي تشرح وتعيد وتزيد وتحل تمارين. ويبقى انا لو خفضت الملابس والادوية بالشكل اللي انا قلته ده، خفضت اسعار، فما ظنك برب العالمين؟ انت ايه رأيك في ربنا؟ انت ايه رأيك؟ فالشريعة الإسلامية حالة إنقاذ اقتصادي وإنقاذ اجتماعي، من غيرها صدقني حضرتك هنضيع. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإحنا عارفين أن بركات الأرض دي ممكن تبقى بترول، ممكن تبقى غاز، ممكن تبقى. إحنا محتاجين نتصالح مع ربنا، ما ينفعش نفضل بنقول لربنا ولا يهمنا. مين يقبل على بلده ان يغيب بنيان الشريعة ويخلي فيه خمرة وزنا وربا وقمار؟ مين يقول كده؟ علما بان معظم الشعب المصري لا مرابي ولا بيقع في زنا ولا خمر، يعني الشعب نظيف وقوانين بتلوثه. وسمعتنا بره حتى في البلاد العربية ممكن واحد يتقال له شارع الهرم عندكم وشارع مش عارف ايه وكذا. يعني لازم ندرك ان احنا متعذبين بسبب غياب الشريعة. النقطة الثانية، غير المسلمين احنا بنظلمهم لما نعتبر ان هو بيكره الحاجات دي زيه. هو عايز خمره وزنا وربا وكده، ما هو الحاجات دي عنده هو رافضها، هو يرخرها. فانا بدافع عن شرف مشترك لارباب العقائد، مشترك لارباب العقائد. لازم لما ارجعه مش هعرف ارجعه انا فجأة يبقى عينه كانت الدنيا ضلمة وبعدين افتح النور واقول له وفتح عينك. لازم هو هيفتح عينه شوية بشوية. علم الشريعة الإسلامية، علم الفقه بيقول كده، اللي هو حد الاستطاعة هو طاقة القبول، ان الناس تستقبل هذا. اعلمه ازاي يعرف يزرع ولا يصنع وفي بيئة اجتماعية، انما اخده في السجن يتعلم يبقى عضو في عصابة ومراته تنحرف وولاده يضيعوا وتقول لي أطفال الشوارع، وأنا اللي عاملهم. أنا الحكومة عامل أطفال الشوارع بنفسي وعامل الانحرافات بنفسي. أمريكا فيها تنوع عقائد بتعترف بيه، اشمعنى أنا ما اعترفش بيه؟ لا، المسلم مش زي المسيحي والمسيحي مش زي المسلم، ومش عيبة، دي عقيدة ودي عقيدة تانية، واحنا عارفين كده واحنا الاثنين موافقين. المسيحي اللي انا قاعد ادافع عنه بقول لابني لو لقيت مسيحي بيعتدى على حقه دافع عنه، حتى لو
قتلت في سبيل الدفاع عنه انت في الاسلام شهيد. فلازم نضع في اعتبارنا هذا، ان الشريعه الاسلاميه بنيان هينقذ المجتمع. تمام. ونرجعه بطاقه. طيب. عفوا. احنا عندنا محنه شديده، ان الناس بيردوا علينا او بيهاجمونا او بيتكلموا عننا مش باللي احنا قلناه، لا، هو بيألف حاجه هو ويرد على نفسه. يعني هو يألف وهو يرد. هما بيعلقوا على وهم في ذهنهم، يقول لك دول هيعملوا كذا ويعملوا كذا، ومحدش ابدا قال كده. ده ناس بتألف، ناس عايشه في خيالاتها. مشكله الاسكان حطيت 6 أسس، وقلت ان كل اساس منهم هيؤدي الى انه يخبط مشكله الاسكان في مقتل، بحيث انه يتكاملوا تبقى المساكن رخيصة في الحقيقه. ازاي؟ رقم 1، انا عندي مثلا سياسه البنوك. انا بروح احط في البنك 100,000 جنيه، حضرتك بتحط 50,000، ده بيحط 60,000، 200. بقت في ايداعات في البنوك. البنوك المصريه بتستعملها ازاي دلوقتي؟ مش بتستعملها في انها تكسب ولا تربح ولا حاجه. قسم كبير من الايداعات دي بتديه للحكومه عشان تعمل بيه المشروعات اللي بتشتغل بيها، تعمل ميه، تعمل صرف صحي، تعمل كهرباء، وبعدين الحكومه ترجعها لها بالفايده بتاعتها، فتعمل تضخم. مفيش مشروعات حقيقه. لو انا وجهت بس ايداعات البنوك الى مجال الاسكان، مشكله البنوك هتتحل، وهيبقى في تنميه حقيقيه، والتضخم هيقل، واموال والمساكن هتبنى بالفلوس الايداعات وتعطى للناس على اقساط طويله المدى. البنك هيكسب والشخص هيسكن. ادي رقم 1. وطبعا ده له تفصيل، ده كلام بسرعه كده. نمره 2، التشريعات والقوانين. عارف حضرتك، انا بنيت العماره دي هنا وحضرتك بنيت العماره هنا، لو بس الحكومه بماده واحده في القانون قالت طب لحظه واحده بقى، انا المنطقه دي ممنوع فيها تفتحوا دكاكين، دي منطقه سكنيه هادئه راقيه اخر جمال، وهنا هسمح لك ايها المالك تفتح دكاكين. طب انا صرفت 1,000,000 جنيه على العماره وانت صرفت 1,000,000، بس انت هتكسب اكتر مني لان بقى مسموح لك بدكاكين. لو بس ماده واحده قالت لهم مقابل انك تبني هنا دكاكين هتبقى مكلف بتخفيض الايجار بنسبه كذا في المية، لانك هتعوضه في التجاره. المالك نفسه هيكسب ومع ذلك الايجارات هتنخفض. الحاجه الثالثه، حتى في مساله الانتاج، ان الفارق لما بتنتج لي الحديد ولا بتنتج الاسمنت ولا بتنتج غيره، البنت وعريسها ده هو اللي بيدفع ثمن تاجر او ربح تاجر الجمله وتاجر التجزئه، ويدفع ثمن التخزين، تخزين الحديد والاسمنت، ويدفع ثمن النقل، ويدفع ده كله. طب ما انا اعمل هيئه حكوميه بالمشاركه مع القطاع الخيري تتولى النقل، بس النقل من المنتج الى المستهلك مباشره. هلغي كل هوامش الربح دي وخلي الناس يربحوا. مش هوصل الاسمنت والحديد بسعر منخفض جدا يساهم تاني في انخفاض ايجار المساكن. يبقى انا بالقانون خفضت الايجار، وبهيئه النقل خفضت الايجار تاني، وبدخول البنوك خفضت الايجار تالت. لو عملنا شويه شقق هنا وقلنا للناس اللي يسلم شقه هنا ياخد هنا، ونعمل له بعض المميزات، هنخلي الملاك القدام ترجع لهم شققهم. هقول له سلم شقه للمالك اللي انت عنده وتعالى هديلك بتخفيض اضافي. لو بس الحاكم عنده رأفة بالناس.